السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه لكم بقى مريان، جايه لكم بايه؟ بالكشر المصري. الكشر المصري كلنا بنحبه. طبعا ناس كتير بتقول دبكة ومش دبكة، بس والله بيبقى طعمه جميل وحاجة حلوة، وكل العرب حتى بيحبوه. تعالوا بقى اعمله لكم بطريقة سهلة. طبعا الاول البصل بتبدريه كده بشوية دقيق وسنة نشا، وتحطي زيت وتحمري بصل على قد، يعني انا بحب البصل كتير، بحب البصل على الكشري كتير الصراحة. ده اسمه وردة، الناس بتسميه وردة، الناس بتسميه حاجات كتير. طبعا حطينا البصل بياخد وقت بقى في التحمير، تحمريه حلو. الدقيق ده عشان يخليه ايه؟ تقيل، ناشف ناشف. هنا طبعا بنعمل بقى ايه؟ الصلصة بتاعت الكشري سهلة خالص. توم وزيت، تقلي التوم كده يا دوبك تصفر، وتحطي ايه؟ صلصة برطمانات. وطبعا صلصة ايه؟ عصير صلصة، عصير طماطم. سهلة قوي، حتى ايه حتة التلجة دي عصير طماطم. ونسيبها بقى ايه لغاية ما ايه؟ ما تتسبك. هنا البصل اهو، شوفوا كده خد لون وبقى حلو ومحمر. نبدأ ايه؟ نطلعه. هو طالع دلوقتي طري شوية، اول ما هيتساب هينشف يبقى جميل، يبقى كريسبي كده وحلو. هي الحله دي انا هعمل فيها كل حاجه كشري. البصل يا مريان اتحرق؟ لا، البصل ما اتحرقش، ده لونه ذهبي. انا انا بحبه اللون ده. طبعا نروح نازلين بقى بشعريه، عشان انا بحب برضه اعمل الكشري الصراحه بشعريه يعني. نروح نازلين بشعريه تتحمر مكان البصل، وتاخد من طعم البصل برضه. ونروح ايه؟ اول ما تتحمر ننزل بالرز. انا هنا عامله كميه الرز كوبايه ونص، على يعتبر ربع كيلو عدس بجبه. ونقلب ونحط بقى المية بتاعتنا ونملح. وادي الكشري سهل جدا. في حلة واحدة نقلي بطاطس ايه، نقلي البصل، نحمر بصل. وجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. طبعا اللي لسه بقى بيشوفني لأول مرة يشترك في القناة ويدعمني ويتابعني. ويكتب لي كومنت حلو بصلاح الأحوال ليا وليكم بإذن الله. وادعوا بقى كتير كتير لإخواننا، ربنا ينصرهم يا رب، ويفرج همهم ويفك كربهم بإذن الله. هنا بقى بنعمل الدقة برضو سهلة جدا. طبعا احنا هنا خلصنا الصلصة. ما تحطيش اي اضافات، ملحك، كمونك، شطتك، بس دي الصلصة على حسب الشطة حطي. هنا بقى الدقة هي اللي تقدري ايه؟ تحطي فيها بقى شطة كتير، علشان اللي ما بيحبش الشطة قوي. هي يا دوبك التومة انا بحبها على النار، التومة بس تصفر، نروح نازلين عليها بالايه؟ بالخل. ما بتحطيش اي حاجة تاني، هي عبارة عن توم وخل وكمون وشطة بقى، حسب ايه ما انت تحطي، حطي كتير حطي قليل. والخل بتاعها. هنا هو وريتكم اهو المكرونة. طبعا انا مش جبتها، كلنا بنعرف نسلق المكرونة، سهلة جدا اهي زي ما انتم شايفين. نحط طبقة الرز بالعدس بجبة، وبعد كده مكرونة، وبعد كده البصل بقى. ودي رضوى بتوريكم البوتاجاز بعد ما ايه؟ ما عملنا